خارجه ببنطلون وتيشيرت نص وبشعرك في وسط البلد؟ اللبس ده ما يتخرجش بيه من اوضه النوم اصلا. وايه اللي جايبك الارض؟ مش فاهم. انا اخدت اذن جدي، وبعدين انا البس اللي انا عايزاه وانزل اصور برضو في اي مكان واي وقت. اكيد مش هاخد اذنك علشان امارس هوايتي. انا ليا كلام تاني مع جدك، وانتي بلاش اشوفك بالشكل ده تاني، فاهمه؟ الشكل ايه؟ مش فاهمه. انت شايفني ايه قدامك؟ ده اسلوب لبسي ودي حياتي اللي مش هسمح ابدا انك تتحكم فيها. وادي الجاكيت بتاعك اهو. الحكايه بدات من يومين بس. كنت قاعده في اوضتي في القاهره، الاضاءه هاديه والحيطان باللون البينك اللي بيحسسني دايما بالدفى. كنت لابسه الهاند فري وبسمع مزيكا بتفصلني عن العالم كله، وفاتحه روايه مندمجه معاها لدرجه ان انا ما سمعتش خبط الباب. فجاه ماما دخلت وشالت السماعه من ودني وقالت بحده: احلام، انا بكلمك بقالي ساعه، انتي مش معانا خالص. عدلت قعدتي وانا مخضوضه وقلت: في ايه يا ماما؟ حصل حاجه؟ قومي لمي هدومك يا بنتي، احنا لازم ننزل الصعيد فورا، جدك بعت ورانا وعايزك بالاسم. الصعيد ايه يا ماما اللي هننزله؟ انتي ناسيه اننا ما رحناش هناك من يوم ما اتولدت؟ وبعدين جدي ده بابا الله يرحمه ما حكاش عنه غير القليل، افتكرنا ليه دلوقتي؟ يا بنتي دي وصيه ابوكي قبل ما يموت، كان دايما يقولي لما تكبري وتبقي عروسه لازم تروحي هناك، وهو جدك تعبان وعايز يلم الشمل. عيب يا احلام، دول اهلك وعزوتك مهما حصل، فيلا جهزي نفسك بسرعه. اهلي مين يا ماما؟ انا معرفش حد هناك، وبعدين حياتي هنا، كليتي واصحابي ولبسي وطريقتي، ازاي فجأة كده عايزاني اروح مكان ما سمعتش عنه غير في المسلسلات؟ حر وناموس وتقاليد ماليش علاقة بيها، وعادات مختلفة عننا. يا حبيبتي دول كام يوم، نأدي الواجب ونطمن على الراجل الكبير ونرجع، مش هنعيش هناك يعني. بطلي عنده وقومي جهزي الشنطة. ابن عمك زين جاي بكرة الصبح ياخدنا بالعربية، مش عايزاه ياخد عننا فكرة وحشة. ابن عمي كمان؟ هو الموضوع كبر كده ليه؟ وبعدين يا ماما انا مش عايزه اروح، انا بخاف من الاماكن اللي معرفهاش دي، وبابا الله يرحمه كان بعيد عنهم، اكيد في سبب. السبب هتعرفيه لما تروحي يا احلام. باباكي كان بيحبهم، بس الدنيا هي اللي فرقتهم يا بنتي، وبلاش تفتحي مواضيع قديمه. المهم دلوقتي نبيض وشه قدام اهله. اسمعي الكلام يا بنتي وما تقطعيش قلب عليكي. بصيت لماما ولقيت الدموع في عينيها، معرفتش اقول لها لا، بس كنت حاسه ان السفريه دي وراها حكايات كتير انا لسه معرفهاش. قمت بزهق رميت الروايه من ايدي ودخلت اخدت شاور دافي يمكن يهدي اعصابي شويه، لكن عقلي ما كانش بيبطل تفكير. طلعت لميت هدومي في الشنطه وانا حاسه اني بحضر شنطه سفر لبلد تانية، لا ده كوكب تاني خالص. قعدت على السرير وبصيت حواليا في اوضتي، الحيطان البنك، صوري، كتبي. يا ترى هتوحشني حياتي دي؟ والسبب ايه؟ وصيه ولا في سر كبير ورا هروب بابا السنين دي كلها؟ فضلت افكر في مصيري لغايه ما عيني غفلت من كتر التعب. تاني يوم الصبح صحيت على صوت المنبه، قمت اتوضيت وصليت فرضي ودعيت ربنا ان الايام دي تعدي على خير. لبست بنطلون جينز واسع وتيشيرت مريح ولميت شعري دول حصان، ونزلت لقيت ماما محضره الفطار وقاعده مستنياني. صباح الخير يا عروسه، يلا تعالي افطري لقمه قبل ما زين يوصل. قعدت بملل وانا بقلب في طبق الفول، ماليش نفسي يا ماما. وبعدين ايه عروسه دي؟ انت شايفه ان ده وقت مناسب للهزار؟ انا حاسه اني رايحه المصير مجهول. وبعدين معاكي يا احلام، اعدلي وشك ده، الراجل جاي من الفجر وقطع مسافه طويله علشان ياخدك، مش عايزين نقابله بوس شبرين. يا ماما انتي مش حاسه بيا، انا خايفه، حاسه اني اكون غريبه وسطهم، لبسي غير لبسهم، كلامي غير كلامهم، حتى تفكيري. ليه بابا عمل فينا كده؟ ليه سابنا بعيد وبعدين يوصينا نرجع؟ الام اتنهدت وسابت اللقمه من ايديها. يا بنتي ابوكي كان بيعشق عيلته، بس ساعات الظروف بتكون اقوى من الحب. لما تروحي هناك هتعرفي ان الدم عمره ما يبقى ميه، وان مهما لفت بيك الدنيا ملكيش غير اهلك. كلي بقى وبطلي كلام يوجع القلب. خلصنا فطار ودخلت اوضتي اراجع على حاجتي، وفجاه سمعت صوت ماما بتنادي عليا بصوت عالي وفي نبره ارتباك. احلام يا بنتي، ابن عمك زين وصل واقف تحت بالعربيه. اخدت نفسي بالعافيه وطلعت. اول ما فتحت باب الشقه ونزلت لقيته واقف ساند ظهره على العربيه، شخص طويل وملامحه حاده جدا، عيونه سودا زي الليل وبصته تخوف. كان لابس قميص اسود ومشمر كمامه وساعه شيك جدا في ايده. اول ما شافني بصلي من فوق لتحت بنظره خلتني ارتبك، نظره فاحصه كانه بيقيم البضاعه اللي جايه من مصر. فضل ساكت لثواني وبعدين قال بصوت رجولي خشن: اهلا بيكي يا مرات عمي. الام قربت منه وهي بتبتسم: اهلا يا زين يا ابني، تسلم وتعيش، تعبناك معانا في المشوار ده. تعبك راحه يا مرات عمي، احلام كبرت خالص، ما كنتش تخيل انها بقت انسه كده.
ماما طبطبت على كتفي وقالت لي بصوت فيه رجاء: خلي بالك منها يا زين، أحلام دي حتة من قلبي، وأول مرة تبعد عن القاهرة، الصعيد غريب عليها وهي لسه صغيرة على طباعكم. زين ابتسم ابتسامة باهتة ومريبة: ما تخافيش عليها يا مرات عمي، أحلام في عيوني، وفي الصعيد احنا بنعرف نحافظ على حريمنا كويس قوي، بس المهم هي اللي تسمع الكلام وتعرف انها خلاص ما بقتش في مصر. سلمت عليه ببرود وبدأ يرفع الشنط في العربية بقوة وعضلات واضحة، وركبنا وانا عيني على الطريق، حاسة ان كل خطوة بتبعدني عن بيتي بتقربني من حكاية تانية خالص، حكاية بطلها الشخص المغرور اللي سايق ده. حمد لله على سلامتك، نورتينا. مفيش اي ثبات على المبدأ خالص كده. حسبي الله، وايه الحر والناموس ده كمان؟ دي شكلها الايام اللي هخلص فيها كل ذنوبي. يا رب لا، خدي الطرحة دي وحطيها على دماغك علشان ندخل الدوار دلوقتي. حضرتك بتكلمني انا؟ هو في غيرك يعني؟ طب وانا البس طرحة ليه؟ انا مش محجبة اصلا. مش محجبة ده هناك في مصر، لكن هنا انت في هنا، يعني مفيش بنت تخرج من بيتها من غير ما تكون مغطية شعرها. لا مش هغطيه، ومش من حقك اصلا تفرض عليا حاجة زي دي ابدا ابدا. مش من حقي ازاي يعني؟ انا ابن عمك، ابن عمي اللي لسه متعرفة عليه من 7 ساعات بس في الطريق، يعني مش هتلبسي الطرحة برضو؟ كتفت ايديا وبصيت له بعند. ابدا، مشكلتي ما كانتش في الطرحة ابدا، مشكلتي كانت في اسلوبه. شخص مغرور وعايز كل كلامه يمشي، وبجد مش معقولة ان انسان يبين السوء اللي فيه ده في كام ساعة وبس. دخلت البيت فاتصدمت بعظمته من جوه. ازاي بيت زي ده يكون في الصعيد؟ حيطان عالية، انتيكات شيك، السجادة الحمراء اللي نازلة على سلم طويل، شبابيك البيت الضخمة المفتوحة بشكل جميل ومحوطها ستاير رقيقة بتلمع من أشعة الشمس عليها، كأنه قصر مش بيت أو دوار زي ما بيقول المغرور اللي جنبي ده. اتكلم وهو بينزل السلم: دلوقتي تعالي ورايا هنروح عند جدك. جدي؟ ايه العيلة اللي ظهرت لي فجأة دي يا ربي؟ ابن عم، جد، قرايب، عيلة، وفي الصعيد؟ بابا عمره ما جاب لي سيرة عن عيلتنا أبدا، حتى لما كنت بسأله كان دايما بيتهرب. فليه كل ده؟ دخلت لقيت راجل كبير بس مش باين عليه السن أبدا، وسيم وعيونه حلوة، ليه دقن أبيض طويل. ابتسم أول ما شافني فابتسمت تلقائي، يمكن حسيت بأمان غريب حوطني وأنا واقفة فجأة، أمان مفتقداه من يوم وفاة بابا. فتح لي دراعاته فمشيت ناحيته ببطء لغاية ما وصلت، فضمني ليه وهو بيبوسني بوسة بسيطة على راسي. اتكلم والدموع في عينيه: كنت عارف انك هتكوني شبهه، كأنه ما ماتش، كأنه رجع لي من تاني. زين قال: دي اوضتك، ارتاحي من السفر علشان تنزلي بالليل تتعرفي على باقي العيلة. مشي خطوتين فوقفته: لو سمحت، هو فين الحمام هنا؟ عايز اخد شاور. اسمي زين، وفي حمام موجود في الأوضة هنا، ما تقلقيش. تمام شكرا. قفلت الباب فقعدت على السرير بتعب. حياة كاملة فتحت لي بابها، حياة غريبة مختلفة مش شبهي، معرفش فيها أي حد، لكن برغم من كده قلبي مطمن بشكل مش طبيعي. خبط على الباب، قمت فتحت. ميعاد العشاء جه، جاهزة علشان تتعرفي على باقي عيلتك؟ ابتسمت بتوتر: جاهزة بس ايه؟ فركت ايدي: خايفة، كلهم هنا بيحبوكي، بلاش تخافي. هم يعرفوني؟ لا بس بينا دم، والدم بيحنن الصخر. كانت مقابلة لطيفة، في اللي حسيت منه بترحيب وفي اللي ما كانش طايقني، لكن عامة مش مهم أبدا. هم كام يوم زي ما أمي وعدتني وهرجع تاني لحياتي، كام يوم وبس. أستاذ زين رجع خطوة وبصلي: نعم، هو ممكن يعني ترجعني أوضتي؟ أصل البيت كبير وأنا لسه معرفش طريق أوضتي. أكيد طبعا، اتفضلي. إيه كل الطرقات دي؟ بيت ده ولا متاهة؟ أهي أوضتك، وأنا الأوضة اللي قصادك آخر الطرقة، لو احتجتي أي حاجة بيكلميني. شكرا، تعبتك. تعب إيه بس؟ ما تنسيش إنك بنت عمي، حتى لو يعني لسه متعرفين من كام ساعة. فتحت النور بملل. أوف، هما بيناموا بدري كده ليه؟ لا مش قادرة، أنا عايزة أنزل الجنينة، كان شكلها جميل الصبح، لكن طبعا بعد ما المغرور اللي اسمه زين نكد عليا بتحكماته الغبية ملحقتش أشوفها كويس. لفيت حوالين نفسي وأنا بضحك، خلاص يبقى أنزل استكشفها دلوقتي. خرجت من الأوضة وأنا بحاول أفتكر طريق السلم اللي بيودي للجنينة منين، فوقفت في نص الطرقة بيأس. والله ما عارفة عايشين في البيت ده ازاي، ده مش بيت طبيعي، ده مغارة. انتي بتعملي ايه هنا؟ يا لهوي، انا قلت انه مش بيت طبيعي وهو كمان طلع مسكون. احلام، ده عارف اسمي، يا لهوي، اهرب اروح على فين بس يا ربي؟ هتلبس دلوقتي، انا كان قلبي مش مطمن اساسا. واقفة مكانك متجمدة كده ليه؟ مش بكلمك؟ صح، انا واقفة كده ليه؟ يلا نجري، مفيش وقت للاستيعاب.
طلعت اجري وهو بيجري ورايا. يا رب احرقه بقى يا رب. اتكعبلت في سجادة السلم بس الحمد لله ما وقعتش. نعم، انا بين ايدين مين؟ يا لهوي. فتحت عينيا ببطء وخوف شديد وانا بدعي يا رب احرقه احرقه يا رب، انا مش عايزه اموت ملبوسه. انتي فعلا ملبوسه. فتحت عينيا مره واحده وكاني عارفه صاحب الصوت. زين، امال فين العفريت؟ ضحك بصوت عالي، ضحكه جميله لدرجه اجبرتني ان اضحك معاه. فاتكلم من وسط ضحكه. ما انتي لو تقفي وتتكلمي زي الناس الطبيعيه من الاول ما كانش حصل كده. وانت في نص الطرقه بتعمل ايه؟ والله السؤال ده انا اللي اساله. اخدت بالي ان لسه بين ايديه فبعدت عنه بسرعه. يعني ما كانش جالي نوم، قلت انزل اتمشى شويه في الجنينه. وانتي تعرفي طريق الجنينه اصلا؟ لا. امال ما كلمتنيش ليه؟ ما جاش في بالي، وبعدين هو في حد بينام من الساعه 10؟ ايه البيت الغريب ده يا ربي؟ طيب تعالي ورايا. مشيت جنبه. همشي جنبك ليه وراك يعني؟ مش فاهمه. انا اسف، امشي زي ما انتي عايزه، مش معقول كل العند ده. نزلنا وانا كنت بتمشى بسعاده كبيره، معرفش سرها ايه، بس يمكن الزرع الكتير اللي محوطنا من كل زاويه ونسمات الهواء الرقيقه، صوت سكون الليل وضي القمر الخفيف، السما اللي مليانه نجوم بتلمع. يمكن كل دي اسباب كافيه تخليني اتمشى وانا سعيده. وقفت فجاه وانا بغمض عيوني بتعب. شكلك هتنامي فيلا نطلع. ابتسمت. فعلا جو الجنينه جاب كل النوم اللي كان هربان مني. ما كانش جايلك نوم ليه؟ وانت لو صحيت في يوم وليله لقيت نفسك بعيد عن بيتك وفي بيت وبلد تانيين مع ناس ما تعرفهمش، هيجيلك نوم عادي؟ هو عمي فعلا ما كانش حكيلك اي حاجه عننا؟ لا، وده اللي هيجنني. معرفش ليه بابا عمل كده. لكل حاجه سبب، وهيجي اليوم اللي هتعرفي فيه كل حاجه وعقلك يرتاح. هو انت تعرف حاجه؟ سكت فاتكلمت بسرعه. لو عارف حاجه قولي، بلاش تستعجلي، كل حاجه في وقتها المناسب احسن، الفضول احيانا بيهلك. سكتنا شويه وفجاه سمعنا صوت خطوات سريعه وجايه ناحيتنا. التفتنا لقينا بنت زي القمر داخله علينا الجنينه. كانت آية في الجمال، ملامحها هاديه وبشرتها صافيه زي الحليب، لكن اللي لفت نظري فعلا هي عيونها، عيون واسعه بلون السما الصافيه، ازرق نقي يخليك تسرح فيه. كانت لابسه عبايه بيتي رقيقه ومغطيه شعرها بطرحه خفيفه، واول ما شافتنا ابتسمت ابتسامه نورت وشها كله. دي ورد، اخت زين الصغيره والوحيده اللي ورثت عيون جدتها الاجنبيه. ورد بضحكه رقيقه. يا عيني يا عيني، ايه القعده الرقيقه دي؟ انا قلت برضو زين مش هيسيب بنت عمنا تنام وهي زعلانه. زين عدى لوقفته وبص لورد بجديه مصطنعه. ايه اللي صحاك يا ورد؟ وايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ ورد قربت مننا بدلال. صحيت ما لقيتش احلام في اوضتها فقلقت عليها. وبعدين يا سيدي جايه اقولك ان عمر صاحبك مستنيك في المنظره بره بقاله نص ساعه، بيقولك الموضوع اللي اتكلمتوا فيه الصبح مش هيتاجل ولازم يخلص الليله. زين اتنهد بضيق وبصلي كانه مش عايز ينهي القعده دي، وبعدين بص لورد وقال تمام يا ورد، خدي احلام وطلعيها اوضتها وخليكي معاها لغايه ما تنام، مش عايز تنزل الجنينه لوحدها تاني في وقت زي ده، فاهمه؟ ورد غمزت لي وهي بتضحك. من عيني يا ابيه، في حفظي وصوني. زين مشي وسابنا وراح ناحيه المنظره. هناك كان عمر قاعد بيشرب قهوه ومستنيه. اول ما زين دخل عمر وقف بابتسامه خبيثه. يا اهلا يا اهلا بالنسينه وعايش في الجنينه. ايه يا زين، البعد عن القاهره اثر عليك ولا ايه؟ زين قعد بوقار ورد بحده. خلص يا عمر، ايه الموضوع المهم اللي جايبك في وقت زي ده؟ عمر ضحك وقعد قصاده. الموضوع يخص الارض، الجماعه باعتين كلام انهم مش هيسيبوها بالساهل، بس سيبك من الارض دلوقتي. قولي بنت عمك عامله ايه؟ البيت نور بجد ولا ايه؟ زين بص في الفراغ وسكت شويه وبعدين قال بصوت واطي. نور يا عمر، نور لدرجه اني خايف الضي ده يختفي ويرجعنا للضلمه تاني. البنت رقيقه قوي، مش شبهنا خالص، حاسس اني غشيم في التعامل معاها. الرقه دي محتاجه لين يا زين، والصعيد بطبعه قاسي، لازم توازن. المهم الارض، بكره لازم ننزل سوا ونحسم الموضوع ده. في الوقت ده كانت ورده ماسكه ايدي وبنطلع السلم سوا. دخلنا الاوضه، ورده قفلت الباب وقعدت جنبي على السرير بحماس. اخيرا بقينا لوحدنا. قوليلي بقى كنتوا بتقولوا ايه في الجنينه؟ زين ملامحه كانت متغيره خالص وهو باصص لك. انا بابتسامه مرتبكه. مفيش يا ورد، كان بيحكي لي عن بابا الله يرحمه وعن ذكرياتهم هنا. ورد ربعت رجلها وبصت لي بعيونها الزرقاء الجميله. بصي يا احلام، انا اخت زين وعارفاه كويس. زين قلبه طيب قوي بس طبعه حامي، ومن ساعه ما عرف انك جايه وهو مش على بعضه، تلاقيه عمال يزعق ويتحكم، بس ده من خوفه عليكي. احنا هنا يا حبيبتي بنعتبر البنت جوهره ولازم يتقفل عليها،
وانتي بالنسبة لنا مش بس بنت عمنا، انتي ريحة الغالي اللي فارقنا. بس يا وردة أنا مش متعودة على الطريقة دي. أنا كنت حرة في القاهرة، بروح وباجي وبلبس اللي أنا عايزاه. هنا حاسة إني محبوسة. وردة طبطبت على إيدي بحنان. مش حبس والله، ده حماية. بكرة لما تتعودي علينا هتعرفي إن إحنا بنموت في ترابك. وبعدين قوليلي إيه رأيك في زين بجد من غير كسوف؟ ضحكت وداريت وشي، غلس ومغرور وشايف نفسه. وردة انفجرت من الضحك. والله عندك حق في دي، بس الغرور ده وراه راجل يشيلك فوق راسه العمر كله. المهم يا قمر، عايزاكي ترتاحي. الصعيد محتاجة طاقة، وبكرة هخليكي تشوفي أحلى شروق شمس من بلكونتنا. فضلنا نتكلم كتير. وردة حكت لي عن طفولتها وعن ذكريات باباها مع عمي، وأنا حكيت لها عن كليتي وحياتي اللي كنت فاكراها مثالية، لغاية ما جيت هنا واكتشفت دفى العيلة. وردة قامت وهي بتتاوب. يا خبر، الفجر قرب يأذن واحنا رغينا ونسينا الوقت. هسيبك بقى تنامي علشان وشك ما يبقاش باهت الصبح. تصبحي على خير يا أحلى بنت عم. وانتي من أهله يا ورد، بجد شكرا إنك جيتي، كنت محتاجة أتكلم معاكي شوية. وردة خرجت وقفلت الباب وراها بهدوء، وأنا فضلت نايمة على السرير وببص للسقف البنك اللي بقيت أشوفه بنور مختلف، وبفكر في زين وورد وعيونها الزرقاء وبابا اللي وصيته غيرت قدري تماما. ونمت وأنا على وشي ابتسامة خفيفة، وأول مرة من ساعة ما جيت أحس إن أنا مش غريبة. تاني يوم صحيت من النوم على صوت الباب، قمت من السرير وفتحته فلقيت جدو. ابتسم بحنية. صباح الخير يا حبيبة جدو، ما نزلتيش ليه تفطري معانا؟ كنت مستنيكي، بس لما عرفت انك لسه نايمة قلت بلاش ازعجك علشان ترتاحي شوية. هي الساعة كام؟ 10:30. انتوا بتصحوا بدري قوي كده ليه يا جدو؟ علشان يومنا بيبدأ مع شروق الشمس، علشان الخير بيبقى الصبح بدري، والصحة كمان في الصحيان بدري. حياتكم جميلة والله. بالمناسبة انت مبسوطة هنا؟ لو حد ضايقك قوليلي. جدو، هو بابا كان مخبي عليا ليه وجودكم؟ حدوتة اوعدك اني احكيها لك قريب، بس دلوقتي عايزك ما تفكريش في اي حاجة غير انك تكوني مبسوطة وبس. طيب ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ طبعا، ده انت تأمري. انت بتعملي ايه عندك هنا؟ كان صوته عالي وشديد لدرجة انه وقع قلبي من الخضة، فبصيت عليه بغضب. شايفني بعمل ايه يعني؟ في ايدي كاميرا، اكيد بصور. وبعدين قاطعني لما لقيته جاي عليا بسرعة، وبعدها قلع الجاكيت بتاعه وحطه على كتفي. امشي قدامي، ايه اللي بتعمله ده؟ ابعد عني يا زين. شد على ايدي بعنف. امشي من غير ولا كلمة. مشيت معاه بخوف لغاية ما دخلنا مكان زي الجنينة الصغيرة. فك ايدي من ايده، بعدته وانا بتكلم. ايه اللي انت عملته ده؟ وازاي اصلا؟ قاطعني بصوت عالي وعيون مليانة شر لدرجة حسيته حرقني. خارجة ببنطلون وتيشيرت نص وبشعرك في وسط البلد؟ اللبس ده ما يتخرجش بيه من اوضه النوم اصلا. وايه اللي جايبك الارض مش فاهم؟ كنت خلاص هعيط من حدة كلامه. انا اخدت اذن جدي، وبعدين انا البس اللي انا عايزاه وانزل اصور برضه في اي مكان واي وقت. اكيد مش هاخد اذنك علشان امارس هوايتي. انا ليا كلام تاني مع جدك، وانتي بلاش اشوفك بالشكل ده تاني، فاهمه؟ الشكل ايه مش فاهمه؟ انت شايفني ايه قدامك؟ ده اسلوب لبسي ودي حياتي اللي مش هسمح ابدا انك تتحكم فيها. وادي الجاكيت بتاعك اهو. رميت الجاكيت وقعدت تحت الشجره وفضلت اعيط. مش عارفه ليه كل الهجوم ده، ليه بيعاملني بكل القسوه دي، ليه بيحسسني ان انا فتاة ليل ومش محترمه. فضل واقف مكانه شويه، بعدها اتحرك ناحيتي. قومي يلا هنرجع البيت. مسحت دموعي وبصيت له. مش هرجع غير مع عمو سعيد اللي جابني. قومي هنتكلم في البيت، مفيش كلام بينا ولا هيكون ابدا. فضلت قاعده مكاني وهو قاعد في حته بعيده عني. سندت راسي على الشجره وغمضت عينيا بتعب. فتحت عينيا وهو بيحطني في العربيه، فركب بسرعه وقفل العربيه. ايه اللي بتعمله ده؟ مين ادالك الحق انك تشيلني وتحطني في العربيه اصلا؟ ساق العربيه وما ردش. حاولت افتح الباب بس كان مقفول. بصيت عليه بنفس صبر. اقف هنا، بقولك اقف. ما كانش بيرد، فاتكلمت. انا ليا كلام تاني مع جده. وقف العربيه قدام البيت، فتحت الباب ونزلت من العربيه بسرعه، فجي ورايا وشدني من ايدي. استني هنا. حاولت افلت ايدي منه فمعرفتش. سيب ايدي يا زين، مفيش خروج من البيت تاني. هنشوف. اتكلم وهو بيضغط على اسنانه. احلام بتكرهك، احلام بتكرهك والله. ساب ايدي فجريت ناحيه الباب ودخلت. احلام ممكن تفتحي؟ رميت باقي الهدوم في الشنطه وقفلتها. قلتلك امشي من هنا، مش طايقاك. سمعت صوت جده. افتحي علشان خاطر جدك يا احلام. رحت ناحيه الباب ببطء
وفتحته بتردد. بصيت على جده وبعدها عليه، كانت عينه في عيني بكل بجاحة وكأنه ملاك. يا لهوي على جناحاته، كانت هتخرم عيني من كتر البراءة. قطع نظراتنا لحد جده. ايه الشنطة دي؟ بصيت ناحية جده. شنطتي، انا هنزل القاهرة دلوقتي. قرب مني ومسك ايدي. مش عايزة تعرفي ليه ابوكي ما حكالكيش اي حاجة عننا طول العمر ده؟ عينيا دمعت. انا خسرت بابا اللي كان بالنسبة لي العالم بتاعي من فترة قصيرة بس، وجيت هنا وسبت حتة مني في مصر على امل اني اسمع حاجة عنه او اشوف اوضته وهو صغير مثلا. زين جاي علشان يعتذر لك. يلا يا زين. انا اسف، ما كانش لازم اتعصب عليكي بالشكل ده، لكن ده ما يمنعش انك كمان غلطانة. غلطانة؟ انت هنا في الصعيد وكل مكان ليه اللي يناسبه وليه احترام عاداته وتقاليده. يعني معرفتش تقول اسف كاملة؟ ولا شايف انك غلطان وجاي كمان تقولي اني ما بحترمش المكان اللي فيه؟ ما تضربني بالنار احسن. اتكلم جده بصوت عالي. اهدوا شوية، انتوا الاتنين كبار، يعني كلامكم يكون بصوت واطي. وانت يا زين اخرج دلوقتي وسيبني مع احلام شوية. بصيت عليه وهو خارج. ياه، قفاه كبير قوي ما شاء الله، مش عايز غير يتلسع بالقلم. هو بجد هموت واعملها. عيل سمج، لا وفاكر نفسه انه راجل حمش ما يعرفش انه عبيط. اخدني من ايدي وقعدنا واتكلم بهدوء. تعرفي ابوكي سابنا ومشي ليه؟ علشان الحب. الحب؟ ابوكي كان بيحب العلام فسافر مصر علشان يدخل الجامعة. في الفترة دي كنت متفق انا واخويا ان احنا هنجوز ابوكي لبنت عمه زي الاصول، يعني نطلع بناتنا بره ليه وفي ابن عمها. المهم ابوكي هناك حب واحدة من مصر، واحدة مش شبهنا. وقتها كانت دي فضيحة، يعني ايه مش عايز بنت عمك؟ ابوكي اصر وانا قصاده، عاندنا بعض لغاية ما صحينا في يوم لقيناه جايبها في ايده وبيقولوا نتجوزها وحامل. سكت واتكلم بحزن وبان على كل حتة فيه. ساعتها قسيت قلبي وقلت اطلع انت وهي ملكمش مكان عندي طالما كسرت كلمتي. كنت فاكر انها مجرد لعبة علشان يضغط عليا، لكن طلع فعلا متجوزها وكانت امك حامل فيكي. بعد كام سنة حنيت واشتقت ليه، ابني الصغير اخر العنقود، فروحت علشان اطلب منه يرجع، بس المرة دي هو اللي قس قلبه عليا كأنه كان بيردلي الدرس. وبعدها نقل ومعرفتش اوصله، وفضل قلبي ينزف من كتر ما هو وحشني لغاية ما شفته. نزلت دمعة من عينه فغمض عينيه بتعب. شفته وهو في كفنه وبيقولوا احمد ابنك مات. مات ازاي؟ انا كنت عايزة اتكلم معاه، ودني حنت لصوته وعايزة تسمعه، علشان كده جبتك هنا. تعرفي انك شبهه حتى في نبرة صوته، كأنك صورة منه. وانا اتحرمت منه بدري قوي، بس عايزة اشبع منك انتي. انا عارف ان ممكن بعد الكلام ده تكرهيني وتاخدي هدومك وتمشي، بس عايزك تعرفي ان جدك بيحبك وهيفضل دايما جنبك، ومش هسمحلك تمشي زيه. لا مش هتمشي. حضنته وانا بعيط، وانا مش عايزة امشي واسيبك. يمكن اتطردت من البيت ده قبل ما اتخلق على وش الدنيا، بس بالرغم من كده روحي مرتاحة هنا بشكل خاضدني انا شخصيا. سبت الاكل من ايدي وبصيت لجده واتكلمت بتردد. جدو، انا عايزة اروح اوضة بابا. كنت عارف انك هتطلبي ده، علشان كده قلت لزين وهو هياخدك ليها. زين لا. وانا يعني اللي قاتل نفسي علشان اكون معاكي؟ بتقول ايه؟ ما بقولش، بس انا سمعتك على فكرة. امال بتسألي ليه؟ مش هتبطلوا شغل العيال ده بقى؟ اتكلمت وانا بقوم. هو عيل فعلا يا جد والله. ساب الاكل وقام. وادي الاكل سبناه اهو، اتفضلي قدامي بدل ما ايه؟ ما نتأخر. سنانك دول هكسرهم لك علشان تعبوا منك والله. ضحكت لمجرد التخيل. ياه، كده مش هيعرف يطفح ولا يتعصب عليا. حلو قوي كده، هفكر في طريقة تليق بيه واكسرهم له. فتح الباب بالمفتاح واتكلم. دي أوضة عمي الله يرحمه. دخلت وانا بمشي بخطوات تقيلة وبطيئة. الأوضة قديمة كأنها مش من البيت، فيها ريحة بابا فعلا. رحت ناحية برواز صغير متعلق على الحيطة، رفعت ايدي واخدته مسحته وانا ببص على الصورة اللي فيه. طفل صغير لكن شعره جميل. بابا كان جميل قوي وهو صغير، حتى كانت ليه غمازات حلوة. اخدت البرواز في حضني وانا رايحة ناحية السرير، قعدت عليه وبدأت ألمسه بإيديا. معقول ده سرير بابا؟ يعني هنا كان بيتنطط علشان مش عايز ينام بدري، أو نام وهو حاضن هدومه الجديدة ليلة العيد. قعد قصادي. دي جلابية عمي، وده كمان تيشيرت كان بيلبسه. أخدتهم من إيده بلهفة وأنا بشمهم. ريحته لسه فيهم، أنا عارفة ريحة بابا. شفت ذوقه كان حلو إزاي؟ قعدت أعيط بهستيريا. يمكن فقدان الأب مش سهل، خصوصا لو كان صديق ليكي قبل ما يكون أب. فقدان بابا بيوجع.
هو دلوقتي في حتة أحسن، أنا عارفة، بس أنا في دنيا ضلمة من غيره. خدي مساحة دموعك. أخدت منه المنديل ومسحت دموعي فاتكلم. ما تعيطيش تاني، شكلك وحش وانتي معيطة. ضحكت من وسط دموعي فابتسم. ضحكتك جميلة والدموع مش لايقة بواحدة تافهة زيك. أنا تافهة؟ لا، كمل عياط أرحم، أنا تعبت من الخناق بقى. إحنا رايحين على فين؟ انتي مبتعرفيش تسكتي خالص؟ لا، يمكن خاطفني مثلا، أسكت ازاي؟ ولو خطفك هتعملي ايه؟ هضربك واصوت. وقف العربية. طيب اعتبري اني خطفك. نزلت من العربية فاتسحرت بجمال المكان. بحيرة كبيرة ميتها صافية، الجبل محوطها من ناحية والأشجار محوطانة من الناحية التانية. الشمس خلاص كانت بتغرب والسما مايل لونها البرتقاني. ابتسمت وانا بتكلم بانبهار. المكان جميل، المكان تحفة بجد، كأنه لوحة مرسومة. ده المكان اللي عمي كان دايما بيجي فيه. وانت عرفت ازاي؟ ما هو اللي انت ما تعرفهوش ان انا وعمي اصحاب. ازاي يعني؟ مشي خطوتين وبدأ يتكلم. كنت الحفيد الاول للعيلة والكل كان بيحبني، بس عمي كان بيحبني دايما بشكل مختلف. بيعاملني كأني واحد صاحبه من وانا عندي 2 سنين. بيتكلم معايا وبياخدني معاه مشاوير. انا اتسحب من وسط امي وابويا في نص الليل واروح انام معاه في اوضته كده يعني. حسيت فجأة اني عايزة اقعد جنبه واقول له احكي لي عن بابا اكتر، فاتكلمت بحزن. زعلت لما سابك وسافر. عيونه دمعت فاتخضيت. زين بيدمع؟ عنده مشاعر زينا يعني؟ سكت كام ثانية وكمل. قلبي وجعني، يمكن لسه لغاية دلوقتي وجعني، وفكرة موته مش قادرة اتقبلها. يعني ممكن يجي دلوقتي ويمسك ايدي ويعلمني ازاي اعوم في البحيرة. انا اتعلمت منه، بس من يوم ما مشي وانا ما عمتش. عيطت. يمكن كان بيتكلم بحزن يشبه حزني. ما كنتش عارفة انه حزين على بابا قوي كده. ما كنتش اعرف انه حزين زيي بالظبط. بتعيطي ليه تاني؟ انا جايبك هنا علشان تبطلي تعيطي وتتبسطي. انت اللي عيونك مليانة دموع، خليهم ينزلوا هترتاح. اتوتر وغير الموضوع. تعرفي عمي اخر مرة كنا فيها هنا حكالي عن ايه؟ ايه؟ عنك. عني ازاي؟ كانت مامتك لسه حامل بس في شهورها الاخيرة، فكان بيحكي لي عن احلامه معاكي. تعرفي سماكي احلام ليه؟ لا، ولا مرة جه على بالي اسأله، وهو ما قالش. كان جوازه من مامتك حلم مستحيل بالنسبة له، بس كان مآمن بيه، وبوجودك الحلم المستحيل اتحقق. علشان كده سماكي احلام، علشان اتجمعت فيكي كل احلامه. اول مرة اعرف، بس تصدق حبيت اسمي فجأة. بس اسمك حلو فعلا يا احلام. يا لهوي، هو حلو فجأة كده ليه؟ كأني اول مرة اسمع اسمي والله. لا يا زين، انا اتعودت على صوتك العالي وقلة ذوقك. الكلام الحلو ده خطر عليا. حاولت اتهرب من كلامه الحلو ده. تدروا ليش؟ علشان انا انسانة مهزأة، ماليش غير في الخناق. طب وبابا لما كنت معاه هنا قالك حاجة تاني؟ ايه هي؟ بس ده سر. عيب يا زين، سر ايه؟ بس انا زي بنته يعني. ما تحاوليش، مش هقول. معلش قول بقى، انا ممكن مثلا اموت من الفضول. لا ما تخافيش، اللي زيك بيعيش عمر طويل. قصدك ايه باللي زيي يعني؟ اوه، خناقة جديدة. بقولك ايه، تيجي نتمشى في البحيرة؟ طيب نتمشى. معرفش مشينا قد ايه، بس الوقت عدى خفيف قوي. يمكن حكاوي زين قدرت تخطفني من الدنيا لكام ساعة. طلع دمه خفيف، وجوه حكايته طفل بيحاول يهرب منه بالصوت العالي وعصبيته، لكن ما يعرفش انه مهما يعمل الطفل ده هيفضل جزء منه، جزء جميل قوي منه. جت قعدت جنبي ورد اخت زين، بنت روحها حلوة ودمها خفيف عكس حد سمج اعرفه كده. قوليلي بقى يا احلام، هتلبسي ايه في الفرح النهارده؟ مش عارفة، بس انا مش عايزة اروح اصلا. ليه كده؟ حاسة اني هبقى تقيلة قوي، خصوصا انه هيكون في ناس كتير. تقيلة ايه بس؟ دي العيلة كلها بتحبك، وبعدين ما ينفعش، ده ابن عمنا ولازم نكون جنبه علشان كلنا عيلة واحدة. تعرفي اني مبسوطة، يعني احساس حلو لما تكوني وسط عيلة ليكي بنت عم سكر زيك كده، وعيلة تحسي وسطها بالدفى. يعني بابا كان قافل علينا قوي، فما كانش لنا اختلاط بأي حد، لكن دلوقتي بقالي اهل، وده شعور حلو قوي. احنا دايما جنبك، وهنعوض كل السنين اللي عدت. وكمان النهاردة فرصة حلوة قوي علشان اعرفك على باقي ولاد عمنا، ففي عيلتنا بنات كتير هتحبيهم. المهم بقى هتلبسي ايه؟ انا عارفة هلبس ايه، بس عايزاكي تساعديني. لبست عباية زهري واسعة ومطرزة بشكل جميل، ولبست كمان طرحة بيضة وورد لفتها لي بشكل حلو قوي. حطيت كحل، ودي كانت اول مرة اجربه، بس طلعت تجربة لذيذة. وردة قالت لي انها هتزيني بشكل صعيدي، فكان الميك اب مختلف شوية عن المعروف، بس كان جميل قوي. بصيت على نفسي في المراية وابتسمت. معرفش ليه لبست كده،
بس حسيت إن عايزة أكون شبههم، وبصراحة حبيت قوي التفاصيل دي. فتحت الباب فلقيته في وشي، بص عليا وكانت عينه هتخرج من مكانها من الصدمة. يا عيني ده اتصدم فعلا. بس هو كمان كان لابس صعيدي، جلابية سودا وشال اسود، كان شكله حلو قوي بجد. انا شكلي حبيت الصعيد ولا ايه؟ اتكلم وهو مازال بيبصلي. جدي قال لي اجي اخدك علشان هما مشيوا على الفرح. تمام. مشي خطوة قدامي وبعدها رجع والتفت ليا. على فكرة شكلك حلو قوي. يعني قصدي زي الصعيدي لايق عليكي. مشي بسرعة قبل حتى ما ارد عليه. مشيت وراه وانا فرحانة قوي، فرحانة لدرجة اني عايزة اطير. لا دي بدايات حاجة كده، استغفر الله، زين ملهوش فيها، واكيد يعني انا مش هحب زين، لا ان شاء الله ما حبيتهوش ولا حاجة. وقف العربية وقبل ما انزل وقفني صوته. احلام. ايه؟ بلاش تحطي كحل تاني. ليه وحشة؟ انا اول مرة احطها ومع عيونك بالكحل تسحر. نزل من العربية وانا فضلت متنحة شوية. بتعمل فيا كده ليه يا ابني؟ انا مش عايزة احبك. الفرح كان منفصل، فدخلت عند البنات، قلعنا الطرح وقعدنا بشعرنا. اتعرفت على ناس كتير، منهم بنات عمي، وعرفت قد ايه ايام اللي جاية هتكون حلوة بيهم. اجواء الفرح كانت حلوة قوي، البنات بترقص والباقي بيغني وبيسقف. لحظتها عرفت قد ايه كل حاجة في الصعيد بسيطة لكن حلوة جدا. دخلت بنت بتجري، تعالوا يا بنات بسرعة، زين وعبد الله وهمام بيرقصوا. شدتني ورد من ايدي وخرجنا البرندة. كان زين واتنين تاني بيرقصوا. زين كان ماسك حاجة زي العصاية بس أدخن شوية. عرفت إن ده اسمه رقص بلدي في الصعيد، رقص غريب لكن جميل. كنت بضحك وأنا ببص عليه بضحكة سمجة. فجأة زين مبطيقهوش بقى حلو وعايزة أبص عليه، لكن من غير ما حد يقطعني. كنت ببتسم لغاية ما لقيته باصص عليا، عينه في عينيا وبيبتسم. غمضت عينيا وساعتها عرفت فعلا إني وقعت في حب الصعيد، وقعت في حب الصعيد وحبه. صحيت من النوم على صوت أعرفه كويس. فتحت عينيا وأنا بتكلم بصدمة. ماما، جيت علشان اخدك. اكيد طبعا مش مرتاحة هنا. لا بالعكس، ما تخافيش قوي كده، جدك قال لي انك مبسوطة هنا فجيت علشان نسكن هنا سوا، بس لو انتي مش عايزة. لا مفيش بس. ابتسمت وكملت. انا حبيت الصعيد هنا، حبيته قوي. نزلت الجنينة علشان اتمشى، متلخبطة وحاسة اني تايهة. عارفين احساس لما تكون طول الوقت مفكر ان الحب حاجة تافهة وسخيفة، فتقع على جدور رقبتك في تفاهته وسخافته بكل نفس راضية. سمعت صوت دندنة فمشيت ناحيته ببطء. كنت عارفة انه صوته بس كنت عايزة اسمعه. حاسة اني عايزة العالم يقف علشان اسمع صوته، اشوف ملامحه بشكل افضل، اتأمل تفاصيله الصغيرة، زي انه لما بيبتسم عيونه بتضيق وجلده اللي على طرف عيونه بيكرمش. تفاصيله كتيرة ومش عارفة ازاي وقعت فيهم بالشكل ده. كان بيغني في عيونك السمر بلقى روحي وكياني، يلي الحنان سره هو حنانك، ده الحب ده اكيد حب مخلوق علشاني، وانا برضو قلبي يا ملاك مخلوق علشانك. قعدت جنبه واتكلمت وانا بنكشه. صوتك طلع حلو، واخيرا ظهرت فيك حاجة حلوة. جيتي في اخر الاغنية ليه؟ انا اول مرة اسمع الاغنية فمعرفش اولها من اخرها. حد ما يسمعش منير؟ ده حتى بيقول. عدل من قعدته وقعد قصادي وابتسم. انا بحسد الكحل اللي على كحل رموشك، واحمر شفايف اللي زين شفايفك. انا بحسد الليل اللي سهر عيونك، واحسد عيوني لما اكون يا حبيبتي شايفك. ده انا بحسد كل كلمة بتسمعيها، كل كلمة بتقوليها، كل حاجة تحسي بيها. منير طلع حلو اهو ويتحب والله. حبتيه؟ هو مين ده؟ منير هيكون مين يعني؟ سرحت في ضحكته ومعرفتش اتكلم. قمت علشان امشي او اهرب. الاحساس اللي جوايا متمكن مني بدرجة خضاني انا شخصيا. وقفني صوته. بقيتي تلبسي طرحة يعني؟ قصدك حجاب؟ غريبة، ليه مش مسلمة يعني؟ قصدي انك كنت رافضة ده وبشدة. كنت رافضة سيطرتك عليا وتحكماتك، لكن الحجاب كانت خطوة خايفة منها. ودلوقتي نقول اني حبيته. هو مين ده؟ الحجاب هيكون مين يعني؟ بتردها لي يعني؟ طب تمام، ده انا كنت هقولك على السر بتاع عمي اللي قالهولي. اتكلمت بهدوء مصطنع. خلاص والله قول وانا كلي اذان صاغية. ميل على ودني وهمس وقال لي اني هجوزك احلام لما تكبر، يعني شبه خطبنا لبعض وانت لسه بتتغذي من الحبل السري. بابا كان عنده ضيق نظر قوي في الموضوع ده، تقريبا ما كانش يعرف انك لما تكبر هتكون سمك كده. والله دي وجهة نظرك، لكن بالنسبة لي ما اقدرش محققش رغبة عمي. ابتسمت وانا ببص في عينه. قصدك ايه؟ قصدي اني وقعت في عيونك، وما تبصيش عليا تاني غير بعد كتب الكتاب لو سمحتي، علشان ما تزعليش. ستبقى عيناك تربكني مهما اعتدت رؤيتها. وبكده خلصت حكايتنا النهاردة. هستنى رأيكم في الكومنتات واستنوني في حكاية جديدة. سلام.